نذاكر ازاي بالانجلش في بيزنس. اول حاجه لازم تكون عارفها ان مش علشان ادخل ادرس حاجه بالانجلش لازم اكون بيرفكت فيه، لا خالص، انت ممكن تطوره معاك طول ما انت ماشي فتره الكليه. فاول حاجه لازم تعملها ان انت طول ما انت في الكليه تبدا انت تطور اللغه بتاعتك جنب الدراسه معاك. بعدين ما تحاولش انك تحفظ اي حاجه بالانجلش خصوصا لو انت مش فاهمها. لو بالعربي الدنيا هتكون سهله شويه، لكن بالانجلش انا دلوقتي مش فاهم المعنى هيتحفظ ازاي او هيثبت في دماغي ازاي. اول حاجه لازم تكون فاهم المعنى كويس جدا، وتعالى على المصطلحات اللي انت مش فاهمها ادخل على جوجل ترانسليت يترجمها لك، او على شات جي بي تي دون الصديق بتاعنا اللي هو بيشرح لك كل حاجه انت مش فاهمها وهيبسط لك الدنيا جدا. لو انت مثلا في اي فقره او اي موضوع انت مش فاهمه بتبدا ان انت تترجمه او تترجم الكلمات الغريبه عليك. بعدين تبدا ان انت تكتب تحت كل مثلا فقره او تحت كل سلايد بعد ما تنقلها في الكشكول تبدا تكتب الترجمه على حسب انت ترجمتها في دماغك ازاي، على حسب انت فهمت ايه، وتبدا ان انت تكتبها بالعربي. واي مصطلح جديد انت مش عارفه تعالى في ظهر الكشكول وابدا اكتب المصطلحات الجديده او كل كلمه جديده انت متلخبط فيها. لو انت مثلا مش عايز تكتب الكلمه فوق معنى الكلمه فوقها يعني، لا تعالى في اخر الكشكول واكتب كل مصطلح جديد مش فاهمه او اي حاجه. وبعدين اسمع انجليزي كتير قوي، وخصوصا الحاجات اللي ليها علاقه بكليه بيزنس اللي هي الطلب والديماند والسبلاي والحاجات دي كلها، اللي هي على المصطلحات دي هتقابلك كتير قوي من سنه اولى، فلازم تكون متعود عليها وفاهمها. تقدر انت تسمعها من ناس بتتكلم عليها على فيديوهات على اليوتيوب، له ناس بتوع بيزنس، ناس بيتكلموا عنها، بحيث لما تيجي تسمعها بعد كده تحس اول لما تسمع الكلمه انا فاهم المعنى، مش لازم ان انا اقعد اترجم لمره واثنين وثلاثه عشان افهم المعنى، لا انا خلاص اوريدي انا فهمته قبل كده. اهم حاجه زي ما قلنا انك تلخص الحاجه بطريقتك. أنا لو كان معاك كشكول كنت وريته لكم ان انا كنت بمسك كل سلايد وابدا ان انا اشرحها لنفسي تحتها، بحيث لما اجي اذاكرها تاني مش هقعد بقى امسك التليفون من اول تاني وابدا ان انا اترجم من اول تاني، لا كنت يا دوب ببص على ترجمه او الحاجه اللي هي مش واضحه او ان انا اشرحها لنفسي والاقيها ان هي الدنيا اتفهمت معايا. الحاجات دي هتساعدك جدا ايام الامتحانات. ما تجيش تعمل كده ايام الامتحانات هتلاقي الدنيا عكت معاك زي ما بيقولوا حرفيا. لا سهل على نفسك من الاول، انت معاك في اول الترم وقت فاضي، ابدا ان انت تترجم اي حاجه انت مش عارفها او انت مش عارفاها، ترجميها مره واحفظيها مره واثنين وثلاثه هتلاقيها اتنست، ترجعي تحفظيها تاني او تفهميها تاني مفيش مشكله. هيجي وقت الامتحانات هتلاقي ان انت معاكي المحاضره ومعاكي الترجمه بتاعتها او ترجمه الحاجه اللي انت مش فاهماها، فهتلاقيكي الدنيا سهله معاكي جدا، ويا دوب انت هتحلي اسئله وبس. ما تخلوش الانجليزي عقده في دراستكم، لا بسطوا الدنيا نفسكم. اي حاجه مش واضحه قدامكم عادي في تطبيقات اي كتير قوي تقدر تشرح لك الحاجه اللي مش فاهمها، او او في جوجل اي حاجه انت مش فاهم ترجمتها هيفهمها لك. واخر حاجه تعود ايدك على الكتابه كتير بالانجلش، لان في اسئله الايساي خصوصا في المواد النظريه بتلاقي في حاجات بكتب فيها كتير قوي، وبعدين انت بتشرح وبتحل وبتعمل كل حاجه بالانجلش، ما بتكتبش كلمه عربي في الامتحان، فلازم ايدك تكون متدربه عليها اثنين وثلاثه. فعشان كده بقول طول الترم عودوا ايديكم ان انتوا تكتبوا الفقرات او القطع اللي انتوا مش فاهمينها او القطع اللي صعبه بالنسبه لكم، وتحاولوا ان انتوا تجاوبوا عليها مره واثنين وثلاثه. تعودوا دماغكم ان انتوا تكونوا ازاي او ان انتوا تشرحوا ازاي، مثلا في ان انا اشرح سبب لسؤال معين او اي حاجه او نتيجه، ببدا ان انا اترجمها افكر فيها بالعربي وبعدين ابدا ان انا اترجمها واكتبها بالانجلش، فلازم يكون عندي بيزكس للجرامر كويس قوي. دي حاجه برضو حتى لو مش عندكم او